أهلاً يا جماعة. موقف مرعب لما كنت صغيرة متأكدة إنه مش حلم، علشان كنت فاكرة كل حاجة مع إنه محدش فاكره غيري. لما كنت مش فاكرة عمري كان كام سنة، بس كنت صغيرة. رحت مع أمي لبيت صحبتها، قعدنا في الصالون شوية، وبعدها أمي حبت تروح للمطبخ تطبخ مع صحبتها. للمعلومة، الأحداث حصلت بالليل. قعدت في الصالة أتفرج طيور الجنة وحدي، ولسبب ما قبل ما يروحوا طفوا كل الأضواء بتاعة البيت، مفيش غير التلفزيون. المهم، لما كنت قاعدة حصلت حاجة مش فاكرة، بس هي تخوف. فأنا ارتعبت. أنا ما كنتش شايفة حاجة، بس قررت أخد المخاطرة وأروح. دخلت في الظلام حرفياً، ما كنتش شايفة حتى إيدي. فضلت تايهة شويتين، أعيط، أرجع للصالة كأني في حلقة. ما كنتش عارفة أخرج. أفتكر الموقف ده كويس. لما كنت ماشية إيدي لمست أكرة باب، فتحته. كان في حد نايم في السرير، كنت شايفاه من ضوء صغير بجنبه. ناديت، بس صوتي كان واطي وكنت خايفة، وهربت بسرعة. تهت شوية وشفت نور. أيوة، طلعت للحوش. ما كنتش عارفة المطبخ فين. شفت آخر البيت باب فيه ضوء. كنت خايفة ما تطلعش ماما ويطلعوا ناس تانية، بس اتشجعت. رجعت للباب، بس الطريق كان طويل. مشيت كتير بس ما وصلتش، فقلت أرجع أأمن لي أتفرج لحد ما يرجعوا من الباب اللي مش عارفة مين فيه. رجعت دخلت. بوم، الكهرباء قطعت، لا طيور الجنة ولا حاجة. كنت خايفة. دخلت انخبط في كل حاجة. أمشي بهدوء ساعات، وساعات تانية أصرخ على ماما بصوت عالي. فجأة حسيت بإيد بتمسكني. كان راجل. قلتله انتي مين؟ قال لي عايزة ماما. خرجني للحوش، بعدها حملني لحد الباب، بس كان الباب أقرب المرة دي. حتى فاكرة كويس وأنا صغيرة قلت لنفسي الطريق أقصر ممكن من الخوف. كنت شايفاه طويل. قال لي ادخلي. قلت له ادخل معايا. قال لي ما ينفعش. دخلت، وفعلاً كان في مطبخ ماما وصاحبتها. قلت لها الكهرباء قطعت. قالت لي أيوة شوية، ورجعت قلت لها عليا وصلني. صاحبة ماما افتكرت إن جوزها جه. لما خرجت ما لقيتش حد، وجوزها طلع مجاش ومفيش حد في البيت. مش أرعب موقف، بس كان مرعب وغريب وحقيقي. لو عايزين أعملكم قصص زي دي لما افتكر حاجات من حياتي، ماشي. تعديل: أنا لما حكيت الموقف أمي طلعت فاكرة، مع إنها قبل كده قالت إنها مش فاكرة. قالت إني صرخت كتير، مع إني فاكرة إني صرخت في الآخر، وطول الوقت كنت ساكتة وخايفة. وقالت إنه التلفزيون انطفى مش الكهرباء، وإنه الدنيا ضلمة فعلاً، وإنه بيت الست طويل جداً.